زعلان؟ حاسس ان حلمك بيضيع؟ حاسس ان انت لبخت كتير في الامتحانات؟ حاسس ان انت كان عندك اكتر بس مش ده احسن حاجة؟ انا حاسس بيك، عارف ان الوقت ده اصعب وقت عدى عليك لانك كنت حاسبها بالورقة وبالقلم. حاسس انك مسكت آلة حاسبة وقعدت تفكر انا كده ضاع 5 درجات، انا كده ضاع 10 درجات، انا كده كليتي راحت، انا كنت بحلم بطب والطب راح. تعالى اقول لك وهحسبها معاك برضو بالورقة والقلم وهوريك انك غلطان. تعالى احكي لك قصة سريعا مش هنطول، بس القصة دي صدقني كل واحد قاعد بيتفرج هيقوم يقطع نفسه مذاكرة ومش هيخاف ولا يندم. السنة دي أنا كنت عايز أجيب جيد جدا في تانية هندسة عين شمس اتصالات، من أصعب السنين اللي أي حد ممكن يمر عليه في حياته في الدراسة. والسنة دي دخلت امتحانين مش هنساهم، مادة الديناميكا ترم تاني ومادة كان اسمها السيرمو مش هنساهم أبدا. المادتين دول دخلت اللجنة أنا نادرا عيني تدمع، يعني أنا نادرا أخاف أو أزعل. أنا اليومين دول في المادتين دول عيني دمعت من كتر يأسي إن أنا شلت المادتين لأن محدش بيحل حاجة واللجنة كلها ما بتحلش، وأنا ما حلتش غير سؤالين من ال5 يعني شايلها، والمادة التانية حلت 3 من ال6. يعني أنا مش خلاص الأسئلة أول مرة أشوفها في حياتي. ووالدتي بدأت تحلم إن أنا عيدت السنة وأنا بحلم إن أنا عيد السنة وخلاص وهسقط بس. المهم كان عندنا جيد جدا من 1225 تقريبا عشان تجيب جيد جدا، 1224 تجيب جيد. يوم النتيجة أنا رايح وبقول يا رب مش عايز أضيع جيد جدا عشان يبقوا ال5 سنين جيد جدا، فيبقى جيد جدا مرتبة شرف ليها أولوية في الشغل في الشركات أو الكليات أو أي حاجة لو جبت ال5 سنين جيد جدا. وأنا كنت جايب أولى وإعدادي جيد جدا مرتفع، بس لو وقعت السنة دي يضيع مني كل حاجة. ورحت أجيب النتيجة اليوم ده ورايح بقدم رجل وارجع رجل، والله العظيم كأنك رايح تاخد اعدام. يا رب ما اشيل مادتين، طب لو شلت ماده واحده بس يا رب عشان اخش بيها سمر، مش عايز اعيد السنه. واروح والله العظيم والاقي المادتين الحمد لله واحده نجحتها واحده جبت فيها جيد، مش عارف ازاي دي بقى بتاعته هو، بتاعت ربنا، هو اللي قلت له يا رب وهو كرمني نجحني فيهم، ما اعرفش ازاي نجحني. واروح ابص على المجموع وخد المفاجاه اللي عمر ما حد يتخيلها، اطلع جايب 1226. انا مش فاكر 1126 ولا 1226، المهم بعد الجيد جدا بدرجه فرقت معايا وكانت مفترق حياتي، لان ادتني دافع ان ال3 سنين بقوا جيد جدا. موتت نفسي في السنتين اللي بعديها وجبت السنتين اللي بعديها جيد جدا، بقت ال5 سنين جيد جدا مرتبه شرف بدرجه. لو كنت انا استسلمت اليأس زي ما انت دلوقتي قاعد فاكر نفسك ضاعت منك احلاما وهتسيب نفسك للفتره الجايه ما تذاكرش، درجه غيرت من المستقبل. عارف الدرجه دي عملت ايه؟ الدرجه دي خلتني قاعد قدامك دلوقتي وبكلمك مستر كريم اكس اللي الحمد لله فضل من ربنا طلع من عنده اوائل جمهوريه اوائل ادارات، وبشوف ناس ناجحه في كلياتها دلوقتي، ولادي اللي مشرفيني. عارف ازاي؟ اصل انا بعديها جيت اقدم السي في بتاعي في كليه هندسه، كليات تانية زي مودرن اكاديمي وجامعه 6 اكتوبر، وبقدم قالوا لي ما بنقبلش غير لو جيد جدا مرتبه شرف. اقول لهم انا معايا جيد جدا مرتبه شرف بدرجه هي اللي خلتني اقول انا معايا جيد جدا مرتبه شرف واقدم وانجح، وساعتها ابدا اتعرف وابقى معيد معروف ومشهور وبدي في كذا كليه في مصر، وفتحت سنتر في مدينه نصر ساعتها واديت كليه هندسه بس بدي الثانوي. كنت من اشهر المعيدين واساتذه الجامعات في المجال بتاعي بسبب توفيق ربنا ودرجه غيرت حياتي. بعديها تبدا السناتر تقول لي يا مستر عايزينك تشرح لثانوي فيزياء، وبدات في فيزيكس وقعدت اشرح فيزيكس فتره، بعد كده يشاء القدر اخش فيزياء بالعربي لان المدرسين كانوا عايزيني اشرحها، وبقيت دلوقتي بشرح معاكم الفيزياء. دي قصه حياتي في درجه. يعني انت لو استسلمت دلوقتي وسبت الدرجه دي تعرف انها ممكن تخرجك من طب. لو انت في اخر امتحان يئست تعرف انها ممكن يا عم ما جبتش طب بس ربنا كاتب لك علوم مثلا كليه محترمه برضه وتتفوق فيها وتجيب امتياز فيها وتشتغل في شركه استشاري او حاجه كبيره احسن من اللي كنت هتاخده في طب بدرجه كانت هتضيع لك العلوم. درجه ممكن تدخلك كليه تجاره وتاخد كورسات وتبقى مدير بنك او حاجه كبيره جدا في البنك او حاجه كبيره في البيزنس وتفتح شركات. بدرجه كانت هتوديك معهد، درجه كانت ممكن تخرجك من المعهد تدخلك معهد تاخد فيه كورسات ودورات كمبيوتر وتنجح رغم انك في معهد والناس قالت عليه حاجه قليله، وتنجح وتتفوق احسن من اللي في كليه هندسه. درجه ممكن تخليك ما تخشش المعهد وتسقط وتعيدك السنه. ايا كان انت مستواك ايه امسك في الدرجه لحد اخر دقيقه. من تجربه انا شفتها غيرت حياتي كلها ومفيش يأس. ربك هو الوحيد اللي هيكتب لك درجتك. انا حال 2 من 5 يعني ساقط وجبت في الماده مقبول، 3 من 6 يعني ناجح بالعافيه وجبت فيها جيد. دي بتاعت ربنا، انت ما تعرفش حاجه، بس ادعي وثق في ربنا واعمل اللي عليك لحد اخر دقيقه. بالتوفيق يا رجاله،
وطمنونوا عليكم، واشوفكم ان شاء الله واحنا بنتكرم في حفله التخرج زي كل سنه.